من بروكسل هوشنك أوسي الكاتب الصحفي. أهلا بك سيد هوشنك. بعد عقد حزب العمال الكردستاني المؤتمر الثاني عشر للحزب والذي يمهد لحل الحزب ونزع السلاح، سبقه ذلك إعلان رفض لبعض العناصر من الحزب والقيام بعمليات. هل نحن أمام انقسام رفض سيحول من هذا التحول في شكل الحزب، حزب العمال الكردستاني؟ مساء الخير لك وللمشاهدين الأفاضل. في تقديري وبحسب البيانات الصادرة عن حزب العمال الكردستاني قبل الإعلان عن عقد المؤتمر، لا يوجد هنالك رفض لمبادرة أوجالان، لكن هنالك حزمة من الشروط أرفقتها قيادات حزب العمال الكردستاني بتصريحاتها، وأنه تمهيد الأرضية لعملية نزع السلاح وحل الحزب. منها أنه هذا القرار لا يكون فوريا، إنما بعقد المؤتمر. الحزب تأسس بمؤتمر وينبغي أن يحل في مؤتمر، حتى أن جميل بايك وقيادات أخرى من حزب العمال الكردستاني ذكروا بأنه عمليات التمشيط التركية مستمرة حتى الآن في جنوب شرق تركيا وفي مناطق كردستان العراق ضد حزب العمال الكردستاني، وتأخر عقد هذا المؤتمر المسؤول عنه السلطات التركية والهجمات التركية. بمعنى حزب العمال الكردستاني أبدى أكثر من مرة استجابته لنداء أوجالان، وأنه لديه الرغبة في طي صفحة الصراع المسلح ونزع سلاح الحزب، لكن ينبغي أن يكون هنالك خطة واضحة وجدولة زمنية، ومن الطرفين حزب العمال الكردستاني والطرف الآخر الدولة التركية ينبغي أن تقوم بإصلاحات دستورية تتعلق بحقوق الأكراد، وينبغي تحسين وضع عبد الله أوجالان ونقله من سجنه الانفرادي إلى الإقامة الجبرية في تركيا، ومن ثم يصار إلى تنسيق هذه العملية باعتبارها عملية مشتركة تهم الطرفين وليس فقط حزب العمال الكردستاني. طيب، المؤتمر انعقد الآن، وبالتالي ما الذي نتوقعه وكيف سيكون التجاوب التركي مع هذه الشروط؟ تقديري الأتراك أيضا من تحت الطاولة منسجمون، لا يعلنون عن ذلك، أنه يلمحون أن هنالك دستور. ونعود إلى موضوع حزب العمال الكردستاني وضيفنا هوشنك أوسي الكاتب والصحفي. كنا نتحدث سيد هوشنك عن الشروط التي يريدها الحزب ليقوم بحل نفسه بشكل كامل ويسلم السلاح، وتحدثت عن بعضها فيما يتعلق بتركيا. هل تركيا جاهزة وقادرة على تلبية هذه الشروط أولا؟ وأيضا هل الحزب يمتلك أوراق تحسن من موقعه وموقفه التفاوضي؟ نناقش مسألة نزع سلاح جماعة مسلحة سياسية من جهة، ومن جهة أخرى الخبر العاجل الذي أتاكم حول نزاع مسلح في مكان آخر. بالعودة لسؤالك، في تقديري أنه نعم، لحزب العمال الكردستاني أوراق قوية وضاغطة، وقد صرح أكثر من مرة بأن استجابته لنداء أوجالان ليست ناجمة عن ضعف، إنما لديه القدرة والكفاءة القتالية، وقد مارسها عندما وصل إلى قلب العاصمة أنقرة واستهدف موقعا لتصنيع المسيرات التركية في العام المنصرم. بالمحصلة جانب حزب العمال الكردستاني وإعلانه عن عقد مؤتمره لم يصدر حتى الآن تفاصيل المقررات، لكن الاحتمالات التي ترجح عن نية حزب العمال الكردستاني تفكيك نفسه ومنح الحرية، هامش الحرية لعناصره، أو تحت
إنهاء هذا البند أن يبقي الحزب على نفسه. في تقديري النية لدى حزب العمال الكردستاني لترك السلاح نهائيا والقضية الكردية تبقى معلقة في تركيا هذا مستبعد، بمعنى ربما قسم من عناصر وقيادات حزب العمال الكردستاني تندمج تحت جناح حزب الحرية الكردستاني أو جناح حزب العمال الكردستاني في إيران، وربما أن يبقى البعض في جبال قنديل دون ممارسة السلاح. يصار إلى الإعلان في تقديري عن فك الحزب ونزع سلاح الحزب، لكن سيبقى هنالك هامش للتحرك لدى حزب العمال الكردستاني في يعني سد باب الذرائع أو التحسب والتحوط لأي احتمالات قد يعني تحدث في تركيا وأي انتكاسة في العملية التفاوضية السلمية بين أوجلان والدولة التركية. هل سيسمح لذلك بأن يحدث سيد هوشنك؟ في تقديري أنه السلطات التركية والائتلاف الحكومي، يعني حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، هذا الائتلاف الذي يحكم تركيا منذ يعني عقد على ما يبدو، مصمم على إنهاء هذا الملف تحت بند إنهاء الإرهاب. يعني لا وجود هنالك في الخطاب الإعلامي وفي الخطاب السياسي شيء يتعلق بحل القضية الكردية، وبالتالي الجانب الكردي يعتبره غبنا أنه الموضوع ليس موضوع إرهاب، إنما موضوع قضية شعب ينبغي أن يعترف فيه في الدستور التركي بشكل رسمي كجزء من مكونات الشعوب التركية، يعني الاعتراف بالكرد، الاعتراف بالعرب، بالسريان، بالأرمن، بالمكونات الشعوب التركية أو شعوب الأناضول. وبالتالي هنالك حذر في اتخاذ أي خطوة جذرية يعني ويطرح الحزب كل أوراقه على طاولة التفاوض وتنازل عن سلاحه، في حين أنه فقط تكتفي تركيا ببعض الأمور الشكلية. هنالك مخاوف من الجانب الكردي في هذا الاتجاه، لذا يعني أعتقد أنه من المستبعد وفق تقديري ومتابعتي لشؤون حزب العمال الكردستاني أن يتنازل الحزب نهائيا. سيرى أو سيجد لنفسه تخريج ما يحاول فيها الالتفاف عن يعني حول قرار حل الحزب ونزع السلاح. ربما يعلن يعني القرارات، يعلن أنه نعم سنلقي السلاح، لكن سيترك لنفسه ولمقاتلي هامش الحرية وهامش التحرك في منطقة ما. أين هي هذه المنطقة؟ في كردستان العراق، في كردستان إيران، وربما في الشمال السوري، لا أحد يعلم. شكرا لك من بروكسل هوشنك أوسي الكاتب والصحفي.